الله على الروقان بجد. يعني جمال غير عادي وهدوء غير عادي. مين فينا كده ما بيحبش الهدوء بتاع البرية والناس تقعد كده على شط المية وكمان تطبخ؟ يا سلام، اخر روقان. انا واحدة من الناس يعني بحب الحياة دي قوي. يعني نفسي كده يبقى ليا كوخ كده على شط المية، ويبقى عندي شعلة كده، او ان انا اعمل نار كده على شط المية واقعد اطبخ بالجمال والحلاوة دي. يعني كده الواحد ينسى الدنيا وما فيها بجد. يعني مش عارفة اوصفها ازاي. تحفة، تحفة من الاخر. هي تشبه العيشة البدائية، ان الواحد يقعد كده على شط المية ويعمل اكل بنفسه وكل حاجة بنفسه، ويكتشف كل حاجة بنفسه، وكمان يصطاد السمك وكل حاجة هو يعمل